هي مش بطيخه اول ما توصل نروح شايلين، لا. احنا عندنا 6 نظريات مشهورين بيفسروا ليه ده بتحصل، لكن منعا لاثاره الجدل بلاش ناخدها اول 3 شهور، وبعد كده ممكن ناخدها بحد اقصى 43 جرام يوميا. عوامل الامان، يعني ما تحاوليش تجيبي من فوق الدولاب وتنزلي تحت السرير، احنا مش عايزينك تتخبطي، لا اللي عندها اعراض مستريحه ولا اللي ما عندهاش اعراض مستريحه. تلاقي راحه دهب في كامب مش عارف فين في الصحراء، ما فيش مستشفيات حواليها، تعملي في نفسك كده ليه؟ المشكله دي بتحصل ان بعض الامهات بيحصل لهم مشاكل في القلب اول ما تولد او بعد ما تولد او قبل الولاده حاجه بسيطه، ان الحوامل ما تروحش لدكتور السنان. ممكن الولاده لو هي طبيعيه يبقى فيها بعض المضاعفات اللي تخليها اسمها ولاده مهبليه مش ولاده طبيعيه. بص، انا في 3 علامات خطر كده بخاف منهم، بقول للام لو حصلوا لك نروح المستشفى. ايه اول حاجه اعملها بعد ما اعرف اني حامل؟ اول حاجه تعمليها لما تعرفي ان انت حامل ان احنا نتاكد ان احنا بناخد فوليك اسيد بالجرعات المناسبه ليك. عايز اقول لك ان الجرعه العاديه اللي احنا بنعملها من 400 ل 800 مايكرو جرام بير داي دي الجرعه اللي احنا بنستعملها في العادي، ولكن في بعض الحالات اللي عندهم تاريخ مرضي متشوهات معينه بشكل معين، وبعض الحالات الثانيه بنبدا نزود فيهم الجرعه، ناخد جرعه اعلى من كده شويتين. فلما تعرفي ان انت حامل بتقيمي الجرعه بتاعتك وتتاكدي ان احنا بناخد الفوليك اسيد، ده رقم 1. رقم 2 ان احنا نتاكد ان احنا بناكل اكل صحي وبنشرب ميه كويس جدا جدا جدا. نتاكد ان احنا ما ناخدش اي ادويه، ولو ماشيين على اي ادويه بشكل روتيني ان احنا نغير الادويه دي عشان خاطر نجهز وما يبقاش فيه اي مشكله او اي دواء بناخده يعني في مشكله او حاجه. كمان ان احنا نعمل الفحوصات بتاعتنا، الفحوصات اتكلمنا عليها في فيديو سابق زي صوره الدم الكامله، السكر التراكمي، فصيله الدم، الغده الدرقيه، وتحليل البول. بعد كمان ما نعمل الحاجات دي كلها نتاكد من زياره الدكتور ان احنا امورنا كويسه والحمل جوه الرحم مش بره الرحم او حاجه. كمان نتاكد ان هو حمل صحي، الكيس بيكبر بمعدل كويس والحاجات دي كلها. كمان عايزك تسجلي اول ميعاد، يعني اول يوم في اخر دوره شهريه، ده لان اليوم ده مهم جدا 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 بالنسبه لنا. كمان السونار اللي الدكتور هيعمله لك خصوصا على يعني خلال الشهر الثالث هتلاقي فيه مقاس اسمه CRL او اللي هو البيبي طوله مساسه الراس. الطول ده المقاس بتاعه مهم جدا 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 عشان اخر الحمل لو البيبي كان كبير شويه او صغنن شويه بنحدد ميعاد الحمل. كمان الميعاد المتوقع للولاده اللي الدكتور هيتفق عليه بعد ما يقارن المقاس اللي انا قلت لك عليه ده بالتاريخ بتاعك، ده لازم نسجله عشان نعرف كل يوم كام في الشهر احنا بنبدا شهر جديد. ممكن تنزلي ابلكيشنز اللي هم بيقولوا لك انت في الاسبوع الكام عشان تعرفي اول باول انت في الاسبوع الكام وايه الحاجات اللي انت المفروض تعمليها. ده حاجه كويس، لازم تتابعي مع دكتور عشان تعملي فيه بعض السكريننج تيست اللي بيحصلوا خلال الحمل عشان تتاكد ان احنا امورنا كويسه، ضغطنا كويس، مفيش اي سكر حمل، مفيش اي مشاكل. ده هيبقى حاجه ممتازه. كمان الدكتور في اول حمل بيعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت، يشوف حضرتك عرضه ان انت يحصل لك بعض المشكلات ولا لا. في بعض الحالات بنوصف لهم ادويه معينه عشان تقلل من بعض الريسكات اللي ممكن تحصل في المستقبل. حاجات كتير جدا المفروض نعملها. انصحك ان انت اولا تزوري الدكتور وهو هيعمل لك الحاجات دي كلها، وكمان ان انت اول باول تثقفي نفسك عن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها عشان تعرفي احنا ايه المطلوب مننا في كل خطوه من خطوات الحمل. لو جينا نتكلم على الغثيان بقى، فالغثيان ده قصه كبيره قوي قوي قوي. الغثيان او الاحساس بالقرفه او حاجه ده يمكن من اشهر الاعراض المشهوره في الحمل، ممكن نلاقيها في الافلام والمسلسلات والحاجات دي كلها، ان هي من اول الاعراض اللي المخرج بينبهنا بيها ان احنا هتبقى حامل. ويمكن ده على قد ما هو من الاعراض الشائعه قوي على قد ما هو الاعراض المرهقه جدا جدا للستات، واللي ممكن تخلي اول 3 شهور وبطنها صغننه اسوأ بكتير جدا من بقيه رحله الحمل. ممكن تخلينا في بعض الحالات نتحجز في المستشفى، ده ممكن تخلينا كمان نتحجز في الرعايه ويكون في خطر على حياه الام. عشان كده لازم نركز قوي 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 مع فكره الغثيان الصباحي. اول حاجه بنصحها للست لما بيجي لها غثيان بقول لها خلي بالك، انا عارف ان انت خايفه من الادويه بشكل كبير قوي، ولكن في مرحله معينه احنا لازم ناخد فيها دواء. بنصحها الاول بنصايح حياتيه ممكن تساعدنا بشكل كويس قوي، زي ان احنا اولا الاكل بتاعنا يكون اكل بدون طعم وبدون ريحه، ما يتحطش عليه توابل او تريجرز اللي بتضايقها، وفي نفس الوقت يكون محطوط في الثلاجه فهي ما تشمش ريحته خالص، فبالتالي ما تحسش بالغثيان، فرصته هتقل بشكل كبير قوي. فبقول لها الاكل بتاعك يكون بدون طعم وبدون ريحه. ثاني حاجه ان هي تجيبه، يعني لو هي عندها ذاكره شم او بتشوف الاكل بتفتكر ريحته فما تطبخوش او يعني ما تختلطش بيه وهو سخن خالص. بقول لجوزها معلش احسن ما تحجزها في المستشفى تدفع فلوس، ما تشتري اكل من بره او حد من اهلكم يجيب لكم الاكل تحط في الثلاجه وهي تاكله، حتى لو هتطبخ لكم او حاجه تاكل من الاكل يعني مش اللي هي الطبخات. ثاني حاجه بقول لها يعني ارجوكي احنا محتاجين نشرب ميه كتير، قله شرب الميه ممكن ندخلنا في سيكونس ثانيه سيئه جدا جدا جدا. طب يا دكتور انا اصلا قرفانه من الميه، بقول لها نشرب نص كوبايه كل نص ساعه. دكتور انا بقول لك انا قرفانه من الميه مش طايقاها، نشرب ميه معدنيه او ميه بتاعت الفخار زي ميه القلل والحاجات دي كلها. برضو في بعض الامهات بتستجيب ليها وبتبقى مبسوطه منها جدا وما بترجعش منها. شرب الميه والاكل دول حاجه في منتهى الاهميه. دكتور اكل ايه؟ تاكلي اكل ذات قيم غذائيه عاليه، بنتكلم عن بروتين، خضار وفاكهه، كربوهيدرات، دهون صحيه. تلاقي نفسك في حاجات في البروتين يعني انت ما بتعرفيش منها. انا بعرف من اللحم، كلي كفته،
يعني هتلاقي نفسك ممكن تاكليها احسن. كلي لحمه مفرومه، كلي مش عارف برجر من عند الجزار، في حاجات انت ممكن تخدعي بيها عقلك عشان تاكليه وتبقي مبسوطه وانت بتاكلي بروتين دايت كويس. البيض، الجبنه القريش، الحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه الخضار والفاكهه، هتلاقي نفسك يعني ما فيش مشكله بتاكليهم عادي. الكربوهيدرات الصحيه، الدهون الصحيه زي المكسرات والحاجات دي كلها، احنا دي حاجات بنحبها. كمان نهتم بالحاجات اللي فيها حديد والحاجات اللي فيها كالسيوم. طيب احنا بناكل اكل كويس، بس انا عايز اتاكد انه الكميات كويسه. انا ما بقولكيش تملي معدتك عشان عارف ان ده ممكن يضايقك، ولكن حتى لو وجبات صغيره متقسمه احسن بكتير قوي ما نملى معدتنا ونرجع تاني. الادويه، في وقت من الاوقات الادويه بتبقى مهمه. اي نعم احنا في حاجات بنبدا بيها بالادويه زي ان احنا نشرب نعناع دافي، نشرب زنجبيل، الحاجات دي كلها بتساعد بشكل لا تتخيلوه. في ناس ما بيستجيبوش الادويه، بيستجيبوا الحاجات دي عشان تبقوا عارفين. فالحاجات دي في منتهى الاهميه، محتاج ان انت دايما تاكدي ان انت تاكلي كويس، تشربي كويس، عشان ما يحصلش ديتيريوريشن وتلاقي نفسك مره واحده بعد الشر في الرعايه. طيب الغثيان ده بقى ليه بيحصل؟ عايز اقول لك ان في ثيوريز كتير قوي بتتكلم عنه، زي ان هو الام بتبقى حساسه اكتر للسموم عشان خاطر اول الحمل بيحصل حاجه اسمها اللي هو تكوين الاعضاء والحاجات دي كلها، فبتبقى حساسه للسموم، فبتمنع نفسها عن اي حاجه فيها سموم او مشاكل عشان ما تاثرش على البيبي. دي ثيوري نظريه. في نظريه ثانيه بتقول لك والله عشان خاطر مش عارف ايه، ولكن مهما اختلفت النظريات احنا بيحصل غثيان اول الحمل. اتمنى ان فيديو النهارده كان مفيد ليكم. ده كان اجابه عن السؤال بتاع الغثيان الصباحي. ايه الاكلات الممنوعه اثناء الحمل؟ لو جينا على الاكلات الممنوعه في الحمل فهتلاقي في لغط كتير قوي عن الموضوع ده. انا عايز اقول ان احنا بنحب الاكل الصحي، والاكل الصحي الريزنبل الكويس احنا مبسوطين بيه جدا، ولكن في حاجات زي اللحوم النيه. اللحوم النيه دي اللي ممكن تكون موجوده في حاجات زي اللحوم المصنعه، دي احنا ما بنحبهاش لو ما اتطبختش. اما لو حضرتك هتطبخي الحاجات دي وهتشم النار فاحنا ما فيش مشكله معانا. الحاجه الثانيه ان البيض الني، البيض الني ده ممكن انت تحسي ان هو مش موجود، ولكن هو موجود في حاجات كتير قوي زي بعض انواع التوميه وبعض انواع السوسز. فقبل ما تاكلي اي صوص تاكدي ان كان في بيض ني ولا لا. النقطه الثالثه، احنا السمك احنا بنحبه جدا على فكره، يعني كل السمك احنا بالعكس ده بيوصى ان هو يتاخد مرتين في الاسبوع، ولكن في بعض انواع السمك اللي هي المستورده من اماكن معينه بيبقى فيها نسبه زئبق عاليه شويه. اتاكدي ان انت السمك اللي بتاكليه ما فيهوش الحاجات دي بس كده، وكلي سمك زي ما انت عايزه. النقطه الرابعه، في بعض الحاجات اللي احنا ما بنحبش نزودها في الحمل، زي مثلا ان احنا ما بنحبش نزود الكافيين عن من 200 ل 300 مللي جرام كافيين، وده اللي يوازي كوبايه قهوه حلوه او كوبايه نسكافيه او كوبايه كولا. اكتر من كده كافيين بيخلي الامور مش احسن حاجه، فارجوك ابعدي عنه. طبعا التدخين ممنوع والحاجات دي كلها ممنوعه. الكبده عشان اللغط الكتير اللي حصل فيها، يعني هو المشكله اللي فيها ان هي فيها فيتامين ايه عالي شويه، ولكن منعا لاثاره الجدل بلاش ناخدها اول 3 شهور، وبعد كده ممكن ناخدها بحد اقصى 43 جرام يوميا. مع ان في كلام انه احنا مهما خدنا الكبده للامتصاص وحاجات وعوامل ثانيه، فبالتالي في ناس بتقول لك بعد اول 3 شهور ممكن تاكلي كبده عادي، ولكن انا افضل ان احنا نمشي في السيف سايد وخلينا ب 45 جرام او 43 جرام بحد اقصى في الايه في اليوم بس. وعايز تاكلي اي اكل تاكدي بس ان هو مستوي كويس، اكل كويس ما فيهوش اي مشاكل، وان شاء الله الامور تمشي كويسه والدنيا تمشي بخير. هل الحركه الكتير في اعمال البيت بتضر الجنين؟ يعني الحقيقه انا مش عارف ايه الام اللي هي متحمسه جدا لشغل البيت حتى بعد ما بقت حامل. ايا كان، فلو في ناس بيتحمسوا كده، احنا الحركه اللي متعودين عليها عادي مفيش اي مشكله فيها، تعملها وتعمل كل اللي هي عايزاه، ولكن ما تكونش هي طول حياتها ما بتعملش شغل البيت وتيجي لما تحمل الحمد لله رب العالمين انا هشتغل شغل البيت. خصوصا ان في حاجه على فكره علميه فينومينا، يعني في ناس اتكلموا عليها كنظريه اسمها النستنج فينومينا او نظريه التعشيش بالعين. نظريه التعشيش هي عباره عن ان زي ما الطائر بيبقى عايز يبني العش بتاعه عشان خاطر قبل ما الاطفال يجوا كده، نفس الكلام الام اخر حملها تلاقيها عايزه تقلب الشقه كلها وتنظفها وتعمل كذا وكذا وكذا عشان تستقبل المولود الجديد. دي حاجه مفيش مشكله فيها، ولكن عايز اقول لك على حاجتين. اول حاجه، لو عندك مغص او عندك اي مشكله او حاجه من الحاجات اللي هي ممكن نشك فيها ان ممكن يحصل ولاده مبكره، ارجوكي تريحي. تاني حاجه، لو بينزل عليكي دم او ميه او الحاجات دي كلها. تالت حاجه، عوامل الامان، يعني ما تحاوليش تجيبي من فوق الدولاب وتنزلي تحت السرير، احنا مش عايزينك تتخبطي، احنا عايزينك ان انت تعملي الحاجات اللي مقدور ان هي تعمليها من غير ما تنهاجي ولا بطنك توجعك، وبعد استئذان الدكتور بتاعك. ولو بطنك وجعتك او جالك نهجان او حاجه تريحي، واتبعي عوامل السلامه والامان، بلاش طلوع السلم ونزول السلم والكرسي اللي رجله مكسوره اللي هيقع بينا، تفهمين الاجواء دي. ارجوكي حافظي على نفسك. كتير عن مخاطر الوزن الزياده ما قبل الحمل والتجهيزات والحاجات دي، تعمل ايه؟ اول حاجه بنعملها ان احنا يعني شويه بنلاقي الفحوصات بتاعه الام اللي وزنها زياده اعلى شويتين
من الفحوصات اللي بتاع الام اللي وزنها طبيعي. تاني حاجه انا بقيم الوزن، احنا بنحسب حاجه اسمها PMI او معدل كتله الجسم. ده بنشوفه في رقم معين بنتابعه، رقم معين بنديله ادويه زياده وبنعمل فحوصات زياده، رقم معين بحولها لمكان حاجه اسمها تيرشري سنتر او يعني حاجه زي الجامعه او مستشفى كبيره قوي مجهزه، لان احنا الام فعلا اللي بتوصل لمرحله من الوزن العالي. انا مش عايز اخوف على فكره، الفيديو ده ممكن يخوف وكتير من الامهات، عشان كده ما بحبش اتكلم في النقط دي واثرها قوي، ولكن حافظي ان انت تقللي وزنك قبل ما تحمل. في اوزان كبيره قوي 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 بقى بقول لها لا احنا هنروح المكان ده هيبقى فيه رعايه مركزه، في بنك دم، وفي بنبدا نزود المعدل بتاع زيارات الحمل، لان الريسك اسسمنت بيزيد، ممكن يحصل في اي وقت ان يحصل اي مصيبه. فبالتالي حسب الريسك اسسمنت، حسب معدل كتله الجسم بنعمل ريسك اسسمنت، وحسب عوامل ثانيه وسكر وحاجات كده بندخلها في معادله، بناء عليه يعني بيتغير جدول زيارات الحمل، بيتغير الفحوصات بتاعتنا ومعدلها، بيتغير اصلا كان الام لا ينفع يعني تكمل في المكان اللي بتتابع فيه ولا لا. حتى بره على فكره يعني لو عملوا ريسك اسسمنت لقوا الحاله دي، احنا في عندنا بره كذا مستوى من الاماكن بتاعت متابعه الحمل، هم بيودوها لاعلى مستوى من المستويات دي. فالوزن مش هزار، والوزن من الحاجات اللي الدكاتره بيترعبوا منها على فكره، زي الامهات على حد سواء. مش رعب يخوف، بس رعب ان احنا بنتخيل المضاعفات اللي ممكن تحصل، فبنحط راسنا في يعني عارف عيننا في وسط راسنا، عشان خاطر الام دي ما ينفعش نشال من عليها، لازم تتابع كويس قوي قوي. ولو اهملت في زياره او حاجه او اهملت في دواء او حاجه، ممكن بعد شهر يحصل مصايب. انا مش عايزك تخافي، ولكن احذري. يعني لو احنا وزننا زياده وحملنا، لازم نتابع كويس قوي قوي قوي، نلتزم بالزيارات بتاعتنا، الفحوصات بتاعتنا ما ينفعش نهمل فيها عشان ما نفوقش على مصيبه بعد الشهر. ده كان فيديو من الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن الحمل مع الوزن العالي، وانا مش عايزك تخافي والله، انا مش قصدي ان ده ان انا ارعبك، ولكن عايزك ان انت تضعي كل الامور في موضعها، عشان احنا بنبقى خايفين عليكم ان انتوا يحصل لكم اي مضاعفات انت او البيبي. ده هي مش بطيخه اول ما توصل نروح شايلين، لا. ازاي اتابع وزن الجنين ونموه بشكل طبيعي؟ بص، متابعه وزن الجنين والنمو دي حاجه من الحاجات اللي بتشغل الامهات بشكل كبير قوي، وبتشغل الامهات وحموات الامهات بشكل اكثر يعني تدقيقا. الحقيقه ان معدل النمو بتاع البيبي دي قصه كبيره قوي. يعني المشكله ما بتجيش على قد ان احنا ما بنتنافسش في الوزن، يعني مش العيل 4 كيلو احسن من العيل 3 كيلو فاحنا كده جمعنا كيلو اكتر خالص. الموضوع كله هو جروث شارت، يعني معدل النمو بتاع الجنين. احنا اول حاجه لازم نتاكد منها، عشان كده قلت للامهات في فيديو سابق ان احنا نسجل التواريخ بتاعتنا دي بمنتهى الاهميه، والسونار الاولاني والحاجات دي كلها، ده عشان نعرف احنا التاريخ بتاع اول يوم في اخر دوره امتى، وهننهي الحمل امتى بالظبط، واحنا عمر البيبي ايه بالظبط. لان في بعض الحالات ممكن تخلي البيبي وزنه قليل شويه، وبعض الحالات التانية ممكن تخلي البيبي وزنه ازيد شويه زي سكر الحمل. واحنا لا بنحب الوزن زياده قوي ولا بنحب الوزن القليل قوي، احنا بنحب كل حاجه تبقى وذن رينج. ويهمني اهم من وزن الجنين هو مقاسات الجنين. نتكلم هنا عن مقاس قطر الدماغ، مقاس محيط الدماغ، مقاس محيط البطن، مقاس طول عظمه الفخذ، اللي بيخشوا بعد كده في معادله عشان يقولوا لنا الوزن التقريبي للجنين. الوزن التقريبي ده لو قريب بشكل كبير قوي مع الوزن الفعلي للجنين، فاحنا كده الجنين بتاعنا زي الفل. طب لو اقل بشكل كبير، بنبص الدم واصل كويس للبيبي ولا لا؟ طب الام بتاكل كويس ولا لا؟ طب لو الوزن اعلى من البيبي بمعدل كبير، بنشوف بقى لو في مشاكل مرضيه، ونتاكد ان في سكر وغيره. عشان كده لازم نبقى عارفين بشكل دقيق احنا الحمل بتاعنا بيبدا امتى وبينتهي امتى، عشان نقيم نمو الجنين بشكل كويس، ما يكونش اقل من وزنه فنخاف ولا اكتر من وزنه ونخاف، وعشان نعرف الميعاد اللي تحديدا بننهي الحمل فيه. هي مش بطيخه اول ما توصل نروح شايلين، لا، ده بيبي واحنا مش عايزين نخش الحضانه. فعشان ما نخش الحضانات لازم ما نولدوش في ميعاد قبل ميعاده، وما ننخدعش بالمقاسات، ولا في ميعاد بعد ميعاده ونسيبه يقعد ويخلل في بطن مامته فبعد شهر يحصل له مشاكل. فعشان كده ان احنا نحدد الاوقات والجروث شارت دي حاجه في منتهى الاهميه. نفس الكلام الوزن. ام بتقول انا حامل ومش حاسه باي اعراض، هل ده طبيعي؟ لا اللي عندها اعراض مستريحه ولا اللي ما عندهاش اعراض مستريحه. طبيعي جدا ان هو يبقى في حمل بدون اعراض، ودي حاجه وارد جدا ان هي تحصل. عايز اقول لك ان لا ونفس الام حملين مختلفين، حمل يبقى فيه اعراض شديده جدا جدا جدا، وحمل تاني يبقى مفيش اي اعراض وتعيش مرتاحه وتبقى زي الفل وتمر كاكسبيرينس يعني كويسه وظريفه ومفيش اي مشكله. فلو مفيش اعراض دي حاجه ما تقلقناش، بالعكس حاجه تطمنا. اهم حاجه ان احنا نعمل فحوصاتنا اول باول ونطمن امورنا كلها طيبه ونبسطي يعني، وبلاش تحكي لحد عشان انت عارفه الحسد والحاجات دي كلها. ولو مريتي باي تجربه شبيهه حابه تحكي لنا عليها في الكومنتات، منتظرين نقرا اجاباتكم. هل المشي آمن في وقت الحمل؟
بالذات في البدايه؟ بص لو اتكلمنا على المشي فهو ثيوريتيكالي او نظريا احنا مفيش مشكله، بالعكس ده في امهات كمان بتعمل اكسرسايز. والله كنت بتفرج مره على فيلم اجنبي، لقيت واحده بتقول لواحده تانية بتلومها ان هي ما بتعملش الانتي نيتال كير اكسرسايز بتاعتها، بتقول لها انت مقصره فيها ولازم تروحي الكلاس بتاع السباحه والحاجات دي كلها، فده كده غلط على البيبي وكانوا بيلوموها. افتكرت قلت شوفوا لوم الامهات والحموات بيبقوا عامل ازاي، اللي هو انت المفروض ما تتحركيش والحاجات دي كلها. فالكونسبت موجود ونظريا مفيش مشكله ان احنا نمشي او حاجه، ولكن يعني لو جينا بشكل عملي بصينا في الوضع عموما عامل ازاي، تلاقي ان في نسبه معينه من الامهات حتى لو نامت على السرير هيجي لها ولاده مبكره. تخيل حضرتك معايا او تخيلي حضرتك معايا ان الولاده المبكره حصلت كبرسنتج طبيعيه، بني ادم عاديه طبيعيه لو كانت نامت على السرير كانت هتحصل لها، بس هي كانت تعمل اكسرسايز. تخيلي لوم نفسها ولوم اللي حواليها ليها ان هي كانت بتعمل رياضه، والرياضه دي ادت للولاده المبكره. هي حتى لو الناس كلها قالوا لها مش هي، وقرت كتب الدنيا كلها وجيت حلفت لها انا وجبت معايا كتاب النساء والولاده وجبت معايا مش عارف مين ومين وكلنا حلفنا لها ان هي مش هي السبب، هتقول لك لا الاكسرسايز اللي انا عملتها هي السبب. فلو بقى بعد الشر البيبي ده حصل فيه مشكله وما كملش ومعاش، فالام بتخش في حاله من الاكتئاب غير طبيعيه وبتفضل تلوم نفسها ان هي اللي عملت الاكسرسايز اللي ادى للولاده المبكره. وحاول تقنعها زي ما تقنعها بالعلم وكل حاجه، هتفضل مكتئبه وتفضل زعلانه، وده هيؤثر على حياتها كلها كاكتئاب كل ما تفتكر الحدث، يعني تاثير غير طبيعي. فعشان كده انا بنصح الامهات نصيحه طبيعيه، بقول لها نتفق مع بعض اتفاق، انت اللي انت متعوده تعمليه هتعمليه، بس لو حصل حاجتين نوقف. ايه الحاجتين اللي لو حصل نوقف؟ اولا لو جالك مغص عامله زي مغص الضوء، او لو نهجتي ساعتها بنريح لحد ما نشوف هنعمل ايه. طيب لو غير كده اعملي كل الحاجات اللي انت كنت بتعمليها طبيعي. يعني في واحده بقى تلاقيها ما بتعملش اكسرسايز طول حياتها، تقول لك بقى انا عايزه العب سباحه وعايزه مش عارف اعمل ايه، انت جايه تحققي طموحك بعد ما حملتي هتساليني معاكي في طموحاتك؟ اللي ارجوكي بلاش. اللي انت متعوده تعمليه اعمليه لحد ما نوصل لامتى؟ لنص الشهر الثامن. نص الشهر الثامن عند ال 34 اسبوع، احنا قبل 34 اسبوع غير بعد 34 اسبوع بالنسبه للبيبي. فببدا اقول لها بصي احنا كده ممكن بقى روتينلي لو احنا عايزين ولاده طبيعيه وحاجات كده نتمشى كل يوم نص ساعه من اول الشهر التاسع. اقول لها بقى الاكسرسايز اللي انت عايزه تعمليه، بس في بعض الحالات بمنع عنها بعض الاكسرسايزز، او في حالات بنقول لها اصلا تريح وما تعملش اي حاجه من الحاجات دي حسب حالتك الصحيه. قبل ما تعملي اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي بقى تستاذني الدكتور بتاعك. هل ينفع اسافر في مرحله شهر العسل؟ عايز اقول لك ان السفر للحوامل انا بالنسبه لي مفيش اي مشكله، ولكن انا بيبقى عندي بعض البارامترز اللي بحب اقول عليها الامهات. اولا نتاكد ان امورها كويسه، ما يبقاش عليها انقباضات او مشاكل صحيه او حاجه واحنا متوقعين ولاده في اي وقت. اقصد هنا ولاده مبكره او متوقعين انه يحصل مشكله او والاقي الام بتتوكل وراحه، خصوصا ان هو احيانا بيروحوا اماكن غريبه. يعني الاقي ام راحه دهب في كامب مش عارف فين في الصحراء، مفيش مستشفيات حواليها، تعملي في نفسك كده ليه يا ماما؟ الاقي واحده ثانيه بتسافر في ظروف غير ادميه وتلاقيها بتقول لك انا رايحه في واحات مش عارف ايه وسط الصحراء ما فيش ايه عشان استمتع بجمال الطبيعه في مكان ما فيهوش كهرباء. انت بتهزري؟ فلازم الام حسب حالتها تسال الدكتور بتاعها ينفع اسافر دلوقتي ولا لا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الدكتور قال لها سافري، بس اقول لها على عوامل الامان نخلي بالنا منها، زي ان احنا نسافر مكان قريب، مكان يكون فيه خدمه صحيه كويسه، مكان يكون طريقه ممهد، مكان الوصول ليه سهل، مكان فيه تليفون فيه كهرباء، مش خير الطبيعه. النقطه الثالثه ان هي وهي مسافره تبقى بتسافر في وسيله امنه، ما لهاش مسافره مش عارف ايه اصل انا هاخد البتاع هاخد مش عارف الموتوسيكل اللي هو بيعملوا فيه كده بقى، ما ينفعش. لازم تسافر يبقى عربيه امنه فيها وسائل امان وحمايه. حزام الامان حتى في طريقه معينه كده بنلفه حوالين بطنها عشان خاطر ما يتعرضش لبطنها لو فرملت مره واحده او حاجه. ففي عوامل امان وسلامه كتير قوي. كمان البحر، سافر في بحر كويس، بحر امان، مكان يسمح فيه بالسباحه، حتى لو بسين ما يكونش فيه اكوا بارك. اروح الاقي اكوا بارك يا ماما احنا ماشيين بالستر، ده احنا ده يعني احنا نفسنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله، احنا طالعين الاكوا بارك بنبقى هي بقى حامل وبتاع. فعشان كده بقول ان معدل السلامه والامان وفي تفاصيل كتير قوي لازم ناخدها في الحسبان لما نيجي نطلع سفريه، وان السفريه ليها ظروف خاصه وليها عوامل امان، ولازم قبل ده كله ان احنا نستاذن الدكتور بتاعنا. وعايز تنزلي البحر انزلي، عايزه تنزلي بسين انزلي، بس كله بالامان والسلامه، ولاش ان احنا نعرض نفسنا لاي هازردز او مخاطر. ايه التحاليل او السونار المهم في الشهر الخامس؟ يمكن من الاسبوع ال 18 للاسبوع ال 22 بنحب ان احنا نعمل سونار حاجه اسمها السكند ترايمستريك انومالي او اناتومي سكان. ده اللي بنقيم بيه التشريحيا البيبي كويس ولا لا، وبنتاكد ان الاعضاء بتاعه البيبي في احسن شكل ليها، وبنتاكد ان احنا ما عندناش اي مشاكل او تشوهات. خلي بالك من نقطه ان احنا الميه حوالين في البيبي في الفتره دي بتبقى محوطه البيبي كله، وبالتالي الميه دي بتخلي النقل او الصوره بتاعه السونار افضل بكتير،
بيبقى الدنيا احسن عشان نشوف كل الانوماليز او المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده. عشان كده بنفضل ان الاسكان ده يحصل من الاسبوع 18 للاسبوع 22. وان كنت انا لاسباب يعني في نفسي يعقوب بفضل ان هو يكون اخر الشهر الخامس. اما بقى فكره ال4 دي وامتى بيتعمل وهل فعلا لازم يبقى 4 دي ولا 3 دي ولا 5 دي والحاجات دي كلها هجاوبكم عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. المشكله دي بتحصل ان بعض الامهات بيحصل لهم مشاكل في القلب اول ما تولد او بعد ما تولد او قبل الولاده حاجه بسيطه. هل طبيعي احس بتقل او ضيق في التنفس في المرحله الاخيره؟ بص احنا هنا لازم ما ينفعش نحكم على العرض ده كعرض لوحده لانه عرض في منتهى الخطوره. احنا لازم عشان نقول العرض دي التنفس ده نقيم الام، هل هي عندها انيميا ولا لا؟ هل عندها مشكله في القلب ولا لا؟ هل كان عندها ازمه تنفسيه ولا لا؟ الكلام ده بدا مؤخرا ولا ظاهر من قبل الحمل بكتير؟ هل عملت ايكو رسم قلب ودي من ضمن الفحوصات اللي احنا ممكن نزودها على بعض الحوامل اللي عندهم المشاكل دي؟ ده لان في مشكله اسمها بيري بارتم كارديوميوباثي او مشاكل الحمل مرتبطه بالولاده. المشكله دي بتحصل ان بعض الامهات بيحصل لهم مشاكل في القلب اول ما تولد او بعد ما تولد او قبل الولاده حاجه بسيطه. ده احنا عشان كده بنحب نعمل ايكو عشان نطمن ان امورنا كلها طيب، ولكن مش دي الغالب الظن اللي بيحصل. ده لازم قائمه على تقييم الدكتور ان كانت محتاجاه ولا لا، لان دي التنفس اللي انت بتتكلم عليه ده يفرق ان كان هو مثلا ما هي بتفكر افكار سوداويه قبلها فده بانيك اتاك، ممكن ده يكون انيميا زياده في الوزن، ممكن تكون بتحس ده مع المجهود الزياده وده طبيعي في الامهات في المرحله الاخيره، ممكن يكون ده بيري بارتم كارديوميوباثي بعد الشر، ممكن يكون مشكله عندها ازماتيك او عندها مشكله في التنفس او حاجه، ممكن يكون بريشر سيمبتومز عشان البيبي زانق على البتاع فما بقاش فيه مسافه للرئه، ولكن اللي احنا نتفق عليه ان دي التنفس من اخطر الاعراض اللي يجب ان نلقي عليها نظرنا بشكل كويس قوي، ولازم تقول عليه للدكتور ويقيمك تقييم كامل عشان ياكد ان كنا محتاجين ايكو رسم قلب ولا لا. وياما حصلت وشفنا حالات يعني كانوا كويسين جدا 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 وبعد الولاده ب3 4 ساعات ظهر لهم مشكله بتاع بعد الشر دخلت الرعايه عشان خاطر مشكله مرتبطه بالقلب والكلام ده كله. ربنا بيسترها بيبقوا كويسين بس بيتابعوا مع دكتور قلب بعدها ويتاكدوا ان الدنيا كويسه والكلام ده كله، ونحمد ربنا ان احنا بنجهز لده ونعدله العد. عشان كده دايما بنقول ولدي في مستشفى كويسه، دايما تبقي عامله الفحوصات بتاعتك كلها. عشان كده دايما بنقول نولد في مستشفى مؤهله عشان حتى لو انت شايفه نفسك كويسه فانت ممكن بعد الشر نحتاج لرعايه او تدخلات طبيه قويه في اي وقت. فارجوك لو عندك اي مشكله في الاسنان روحي للدكتور وما تخافيش. ازاي اتعامل مع الام الاسنان؟ يمكن في يعني اشاعه انا مش عارف مين بالظبط اللي طلعها ان الحوامل ما تروحش لدكتور السنان، مع ان عادي خالص ممكن نروح لدكتور السنان ونعمل الحاجات اللي احنا عايزينها وكمان يوصف لنا ادويه بعد ما نخلص. ممكن ناخد مسكنات، في بعض المسكنات الامنه مع الحمل اللي ممكن الدكتور بتاعك يوصفها لك. فارجوك لو عندك اي مشكله في الاسنان روحي للدكتور وما تخافيش. لو قال لك حاجه قول له دكتور محمد بيقول لك بعد اذنك اشتغل. يمكن في بعض الادويه المحظور اخذها في اول 3 شهور في الحمل ولكن ده مش كل الادويه. ارجوك الدكتور بتاعك عارف ايه الممنوع وايه مش ممنوع، روحي واشتكي واعملي كل اللي انت عايزاه في اسنانك وقول له دكتور محمد بيسلم عليك ويقول لك اعمل اسنانك. لا تخافوا ولكن احذروا. ازاي اتعامل مع الدوالي اثناء الحمل؟ بص يمكن الدوالي دي عشان نفهمها برضو هي عباره عن اوعيه دمويه متضخمه. الاوعيه الدمويه المتضخمه دي ناتجه عن اما ان احنا شويه التغيرات اللي بتحصل في الاوعيه الدمويه في السموث ماسلز تحديدا من هرمونات الحمل فممكن تزود شويه فرصه حدوث ده، او الضغط بتاع البيبي الكبير اللي بيضغط على الاوعيه الدمويه وبالتالي بيخلي مسار الاوعيه الدمويه ما يبقاش باحسن كفاءه ليه فيحصل شويه احتقان في الاوعيه الدمويه اللي ممكن تعمل او تظهر كانها دوالي. عايز اقول لك ان احنا لو عملنا كومبريشن ازيد زي ان احنا نحط رجل على رجل او نقعد لفترات طويله او نقف لفترات طويله او نعمل حاجه من العادات الغلط اللي بتزود الدوالي ده ممكن يزود فرصه حدوث الدوالي. الدوالي كدرجات بسيطه جدا وفي اولها انا ما بقلقش منها، ولكن اللي بقلق منها الدرجات الزياده شويه وبيبقى ليها تعامل خاص الدكتور بتاعك هيقول لك عليه. وعايز اقول لحضرتك ان في كرايتيريا معينه للتعامل مع الدوالي حسب درجتها ونوعها. وعايز اقول لك ان يعني الافضل ان احنا نقول للدكتور في حاله زي دي ولازم ان احنا نتابع ونشوف نشاطنا اخباره ايه. لو في وجع في الرجل، احمرار او اي اعراض تقل او حاجه بلغي بيها الدكتور بتاعك عشان نطمن ان امورنا كلها كويسه. الملخص لا تخافوا ولكن احذروا. واحكي لنا لو عندك دوالي كان اخبارها ايه، واحكي لنا هل راحت بعد الحمل ما عدى على خير ان شاء الله ولا فضلت مكمله معاكي. هبقى متحمس جدا ان اقرا كومنتاتكم. ده الم وده الم وده الم. ازاي اتعامل مع الام الظهر؟ بص عشان نبقى واضحين الام الظهر مش واحده. عايز اقول لك ان في الم ممكن يكون ناتج عن العظم وان احنا الامهات احيانا كتير بتهمل في صحتها وما بتاخدش ما يكفيها من الادويه والحاجات اللي لازم عشان البيبي ده عظمه من كالسيوم، فبالتالي محتاجين ان هي تاخد ما يكفيها من الكالسيوم. ممكن تكون في مشاكل قائمه على العضلات ووجع العضلات نفسها فيها شد او حاجه. ممكن في مشكله قائمه على الاعصاب او اشهرهم حاجه اسمها السciatica نيرف او عرق النسا اللي بيبدا من هنا وبيرجع لورا. تقول لك توصفوا لك كده تقول لك من هنا كده وماشي كده، على طول بنعرف ان هو السciatica نيرف في الغالب ان شاء الله. طيب ده الم
وده الم وده الم، وفي الم ممكن يكون تروما بقى، هو خبطت عملت اي حاجه. ولكن احنا الاول لازم نحدد لو الم في العظم فاحنا محتاجين نقيم عظمنا ونشوف اخبارنا ايه، الكالسيوم اللي بناخده، فيتامين دي، نتاكد ان امورنا كلها كويسه والدنيا طيبه. طب لو عضلات، في بعض الحاجات اللي بنديها كحاجه مرخيه للعضلات وتقوي الاعصاب في نفس الوقت، وبعض الاوضاع اللي الام ممكن تقعد فيها، بعض الكمادات اللي ممكن تخلي الاعضاء ترتخي سواء كمادات دافيه أو وفي بعض التمارين كمان اللي ممكن نعملها، واللي لو عجزنا في ده كله بنروح للعلاج الطبيعي. نفس الكلام العصب او السياتيكا نيرف ده بيبقى في الغالب شد عضلي او حاجه مضايق شويه مسار العصب، او تغيرات اللي بتحصل في الاربطه نتيجه هرمون الريلاكسين فبتضايق مسار العصب. وبالتالي نبقى عايزين ان احنا اول حاجه ندي حاجه زي فيتامين بي 12 تقوي العصب ده وتخلي الامور كويسه، او نهتم بالاكلات اللي فيها الفيتامينز اللي احنا مطلوب ان احنا ناخدها. كمان بنبقى محتاجين ان احنا ندي حاجه ترخي العضلات عشان مسار العصب يبقى احسن، ننام في اوضاع كويسه، ما نقعدش في اوضاع لفتره طويله من الاوضاع اللي ممكن تعمل اي كومبريشن على العصب. ولو عجزنا في ده كله بنبعت للعلاج الطبيعي، احيانا بيبقى ليهم بعض التمارين اللي بتساعد بشكل كويس قوي على ده. كمان في القربة الميه الدافيه اللي بنحطها على مكان الوجع والحاجات دي كلها بتساعدنا بشكل كويس. في ناس بقى بتشتكي بتقول لك العصعوص بتاعي وجعني يا دكتور كل ما اقعد، ساعتها بقول لها جيبي حاجه اسمها مخده الدونتس تقريبا، المخده الدونتس دي بتبقى متفرغه من النص، فلما تيجي تقعد عليها ما بيبقاش فيها اي كومبريشن على عظمه العصعوص، فبيحسن الامور بشكل كويس قوي ان شاء الله. اللي عايزين نقوله في الاخر لازم نعرف سبب الوجع عشان نعالجه. عايز اقول لك ان ممكن الم الظهر ده يكون الم اسفل البطن زي الم الدوره بيسمع في الظهر، ده ممكن يكون انقباضات رحميه مبكره، فعشان كده اي وجع او الم لازم نقول عليه للدكتور بتاعنا. عايزين حد عينه كويسه، حد متخصص في طب الاجنه ويقدر يقيم ان كان في تشوهات ولا لا. أهمية السونار الرباعي للتعرف على مشاكل الجنين. انا عايز اقول لك على سر ان مفيش اي اهميه لا اللي في كلمه 3 دي ولا ال 4 دي ولا ال 5 دي الا ان احنا نشوف صوره حلوه للبيبي. وعايز اقول لك ان الاناتومي سكان او الانومالي سكان او فحص التشوهات اللي احنا بنحبه ده ممكن يحصل بجهاز عادي خالص، جهاز 2 دي، ولكن جرى العرف بين الناس والدكاتره والحاجات دي كلها ان احنا بنقول عليه 4 دي عشان الناس يعرفوا ضمنيا ان هو جهاز اقوى شويه فبيجيب التفاصيل، وفي نفس الوقت ان هو في حد مختص لطب الاجنه يعمل الموضوع ده. انا عايز اقول ان احنا لما نيجي نعمل 4 دي اولا لازم يحصل في وقت معين من الاسبوع 18 لل 22، وانا افضل ان احنا نخليه ل 22. وقلت لك ليه؟ قلنا عشان خاطر يكون الاعضاء تكونت بشكل كافي ونعرف نشوف الصوره داير ما يدور حوالين البيبي ونتعرف على صوره افضل للاعضاء. تاني حاجه ان احنا الجهاز لازم يكون على قدر من القوه، يمكن مش لازم يكون فيه بروب ال 4 دي ولا بيجيب ال 4 دي، بس الجهاز لازم يكون قوي عشان يجيب تفاصيل الاعضاء. الحاجه الثالثه ان احنا بنبقى عايزين حد عينه كويس، حد متخصص في طب الاجنه ويقدر يقيم ان كان في تشوهات ولا لا. عايز اقول لك ان الثلاث حاجات دول يعني انا بشبههم دايما، الكاميرا اللي جودتها كويسه، المصور الشاطر، والوقت المناسب للقطه. لازم الثلاث حاجات دول يتوفروا عشان نعمل انومالي سكان حلو. انا افضل ان هو يروح لحد طب اجنه عشان خاطر يبقى مختص. طب عايز اقول لك ان كمان بقى ان الانومالي سكان او الاناتومي سكان ده ما بيقيمش وما بيستبعدش التشوهات بنسبه 100%، ولكن تقريبا بيقول لك ان احنا ان شاء الله في الغالب امورنا كويسه. وفي حاجات تانية بنبص عليها لما البيبي بيتولد بالسلام. يعني من ضمن الحاجات الناس بينخدعوا بيبقوا فاكرين ان هي ممكن تبان بالسونار هي الرئه اكتملت ولا لا، ويمكن ده موضوع يعني معقد شويه. طب نتكلم عن الفيديو. ما ينفعش شجره يبقى فيها ثمره حلوه تفاحه تبقى شايفه التفاحه ان هي شكلها ناضج، ده مش معناه ابدا ان احنا لما نقطم التفاحه وندوقها انها هتطلع مستويه. هل اكتمال الرئه بيظهر من خلال السونار؟ عايز اقول لك ان الموضوع ده اثار فضول كتير من العلماء والاطباء، وبدا يحصل عليه لغط كتير قوي وخلافات في مؤتمرات وكده ودلائل وي 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 مش عايز احكي لك القصه لانها مش هتفيدك قوي، بس اللي عايز اقول لك عليه هو يعني ايه اصلا اكتمال الرئه في السونار. عايز اقول لك ان زمان في وقت من الاوقات اكتشفنا ان مع ان شاء الله مع وجود السونار والحاجات دي كلها ان هو في وقت من الاوقات ممكن المشيمه نلاقي فيها بعض التكلسات. في ناس قالت لك ان ده في وقت من الاوقات ده علامه على نضوج الجنين، لدرجه انه بدا يحصل تكلسات بدري قوي، فلما ولدوا لقوا ان البيبيهات دخلت حضانه، فادركوا ان هو لا ما ينفعش نعتمد على النظريه دي لوحدها كنمو للجنين. ناس تانية قال لك لا ده في نظريات تانية زي عقاره الميه، قال لك ان في عقارات بنظريات معينه والحاجات دي كلها. ناس تانية قالت لك الجهاز الهضمي للبيبي والايكولوجينيست بتاعته مع مش عارف ايه والقولون والحاجات دي كلها. في ثيوريز كتير قوي بتتكلم على علامات ان الجنين بدا ينضج، ولكن نرجع في الاول وفي الاخر ونقول ان دي كلها علامات. وبشبهها الامهات بتشبيه بسيط جدا، بقول لها ما ينفعش شجره يبقى فيها ثمره حلوه تفاحه تبقى شايفه التفاحه ان هي شكلها ناضج
ده مش معناه ابدا ان احنا لما نقطم التفاحه وندوقها انها تطلع مستويه، ممكن ما تطلعش مستويه ولا حاجه ويطلع شكلها بس اللي مستوي. نفس الكلام البطيخه، ممكن تنخدعي فيها وتبقي فاكره البطيخه حمراء وتطلع قرعه، وتطلع حمراء وطعمها مش حلو لسه ما نضجتش. فبالتالي ما ينفعش نحكم على اي حاجه من ظاهرها، ولازم الام فعلا البيبي يتولد ويمر بالتجربه بجد ويشوفه عامل ازاي عشان نعرف ان كان محتاج للحضانه ولا لا. وان الحضانه كده كده احتياجها قائم لحد اخر وقت ممكن، مهما اتولد البيبي في ميعاده قبل ميعاده بعد ميعاده. حتى يمكن من الحاجات الغريبه ان البيبي وفقا لبعض الاستاتستكس ان هو بعد ما الميعاد يعدي وبعد ما يخش في الشهر العاشر بعد اكتمال الشهر التاسع ممكن نسبه دخول الحضانات تزيد شويه عن 39 اسبوع. دي من الحاجات الغريبه اللي احنا مش فاهمينها. فعشان كده بنقول دايما للام اكتمال الرئه او شكل اكتمال الرئه في السونار او الحاجات اللي احنا بنتكهن بيها كدلالات على اكتمال الرئه هو مش دلاله ابدا ان الرئه اكتملت، ولكن ما هو الا بعض الدلالات اللي تقول لنا والله احنا في الغالب الدنيا ان شاء الله تمشي كويسه. وده مش دافع ابدا ان احنا نولد بدري او نولد متاخر او وان البيبي ان شاء الله يتولد في ميعاده اللي هو مكتوب وفقا لعمره اللي احنا مسجلينه، وفقا لرؤيه الدكتور اللي بيشوف عوامل كتير قوي، وفقا الام دي عندها ضغط ولا سكر ولا لان وفقا للعوامل دي كلها احنا بنعمل حاجه اسمها individualization وبنحدد الوقت الانسب لانهاء الحمل ولاده الجنين باحسن شكل ممكن ان شاء الله ربنا. هل في كريمات معينه للاماكن الداكنه او الحساسه اثناء الحمل؟ بص، يمكن الاغماء بعض الاماكن او بعض الاجزاء من الجلد عند الحامل واحده من اكثر الاعراض شيوعا، ويمكن بتقلق حوامل كتير قوي، ولكن هو الفكره كلها ان هو مع الحمل بيحصل الجلد الداكن ده نتيجه لبعض الاشياء. من اكتر الثيوريز اللي بتقال في الامور ده او النظريات ان هو الميلانوسايتس او الخلايا المسؤوله عن ان هي تخلي الجلد اغمق بتبقى اكتف اكتر مع الحمل وبيزيد نشاطها مع الحمل. عشان كده بنلاقي ان بعض الحوامل بدا يظهر خط اسود كده في وسط بطنها، وبدا يظهر اماكن معينه كده بتبدا تغمق شويه. ولكن انا انصح اي حامل يظهر لها العرض ده ان هي بتبلغ الدكتوره او الدكتور اللي متابعه معاهم عشان خاطر يبص على المكان ده ويتاكد ان ده كلف مش تينيا او اي مشاكل جلديه تانية. طب هي لو كلف حمل العادي خالص اللي هو بيبقى جلد داكن، هل يستدعي ان احنا نستعمل اي كريمات تفتح او حاجه؟ لا، لان دي فلوس بترمي على الارض. هو احنا عارفين الميلانوسايتس الخلايا المسؤوله عن ان هي تدي الجلد صبغه بيزيد الاكتيفيتي او النشاط بتاعها مع الحمل. هنحط كريمات هتعمل ايه؟ ده كله ان شاء الله بعد الولاده هيروح تدريجيا لحد ما يختفي تماما، ونراه ان شاء الله المره القادمه مع الحمل القادم ان شاء الله رب العالمين. ايه التحاليل اللي لازم اعملها قبل الولاده؟ بص، احنا تحاليل قبل الولاده انت هتسمع عن تحاليل كتير قوي وتحاليل قليله قوي. احنا ممكن نقول على يعني بعض التحاليل اللي ممكن تطلب واقول لك كل تحليل ممكن نطلبه ليه. اول حاجه بنطلبها حاجه اسمها صوره الدم الكامله، دي بنبص فيها اول حاجه على الهيموجلوبين او الرقم اللي هو بيقول اذا كان فيه انيميا مبدئيا ولا لا. وعايز اقول لك ان الانيميا مش نوع واحد اللي هو نقص الغذاء، فيه انيميا انواع كتير قوي. بناء على بعض الارقام الثانيه في صوره الدم بنقيم نوع الانيميا. الحاجه الثانيه بنبص على عدد الصفائح الدمويه اللي هو بيساعد على التجلط. في ناس بيجي لهم ان عدد الصفائح الدمويه تبقى قليله لاسباب عده. الصفائح الدمويه دي لو قلت ده ممكن يؤدي لبعض الشر ان هو يزود فرصه حدوث النزيف، ولو قلت عن ارقام معينه لازم تولد في مكان فيه بنك دم عشان يوفر سواء بنك دم او رعايه مركزه في بعض الشر لو احتاجنا النزيف او حاجه. الحاجه الثانيه بنطلب تحليل بول، نتاكد ان مفيش صديد، نتاكد ان مفيش زلال عشان نتاكد ان مفيش سم وحمل او حاجه. كمان بنطلب حاجه زي تحاليل السيوله بي تي وبي تي واي ان ار عشان نتاكد ان العيانه ما عندهاش اي مشكله في السيوله قد تؤدي لنزيف بعض الشر. بنعمل وظائف كبد ووظائف كلى عشان نتاكد ان هم فيت انف لما تيجي تاخد الادويه والتخدير، ونتاكد ان احنا مش داخلين في اي مشاكل صحيه زي الهيلب سندروم وحاجات ثانيه يعني نقدر نقولها ضمنيا زي تسمم الحمل، عشان يعني ما حصلش اي تاثير على الاعضاء الثانيه للجسم. كمان بنعمل حاجه زي الاي بي او والار اتش لو ما كانتش عاملاهم اللي هو فصيله الدم عشان نتاكد ان هي مش محتاجه حقنه الار اتش، ولو احتاجت دم بعد الشهر نوفر لها الدم ده. كمان بنعمل تحليل فيروسات عشان خاطر نتاكد ان هي ما عندهاش فيروسات، عشان خاطر لو عندها فيروسات بنعمل بعض الحاجات زي ان احنا نحافظ على الجنين ببعض الحاجات اللي احنا بنعملها، وكمان نحافظ على الفريق الطبي ببعض الاجراءات الوقائيه الزايده. وكمان العمليات بيبقى ليها بروتوكول تاني مختلف عشان خاطر نحافظ على الناس اللي بيخشوا العمليات ان هو ما يتنقلهمش اي عدوى. ازاي افرق بين الطلق الكاذب والطلق الحقيقي؟ بص، الطلق الحقيقي ليه كرايتيريا معروف. اول حاجه ان هو بيجي منتظم. يعني ايه منتظم؟ يعني بيجي بمعدل
ثابت. احنا الطلق الاقوى في اقوى حاجه ليه بيجي بمعدل 3 مرات في ال10 دقائق. تاني حاجه ان هو بيكون مستمر ما بيروحش، يعني انا لو غيرت وضع جسمي او حاجه مش هيروح، عكس الطلق الكاذب اللي هو لا لو غيرت وضع جسمي هتلاقي الامور اتحسنت. الحاجه الثالثه ان هو بيقعد وقت محدد، بتلاقي بطنك مره واحده بتقفش لثواني وبعد كده بتسيب تاني. وكمان ان هو بيجي عامل زي وجع الدوره، بتلاقي بطنك بتقفش كده، الم عامل زي الم البيريود كده، ومن كتر قوته احيانا بيسمع في الظهر. عكس الكلام اللي انا قلته بقى، الطلق اللي هو الوجع البسيط اللي بيجي ده اللي بيروق مع الحمام ده ممكن يكون قولون او حاجه. الوجع اللي عندك فيه حرقان في البول، الم مع التبول وكده وما بيروحش خالص الا لو دخلت الحمام او حاجه، ده مش طلق، بيبقى حاجه فريكونت وايه، وبتيجي بطنك تقفش تقفش الطلق اللي هو الوجع اللي هو تون بسيطه ما فيش وجع فيها، اللي هو كان فيه انقباضه بسيطه من غير وجع، دي في الغالب دي تون، وبرده لازم نقول عليها للدكتور، ولكن ده مش طلق حقيقي. فعشان نلخص الكلام في الاخر، الطلق الحقيقي هو الم اسفل البطن بيسمع في الظهر منتظم مستمر، مش لازم بالضروره يكون بيسمع في الظهر، ولكن احيانا بيصل للقوه ان هو يسمع في الظهر. عشان كده دايما بنقول ان الولاده الطبيعي حاجه، والولاده المهبلي حاجه، والولاده القيصري حاجه. هل اول ولاده لازم تكون طبيعي ولا ممكن تكون قيصري؟ بص، الولاده الطبيعي او القيصري احنا دايما بنقول على الولاده الطبيعي حاجه اسمها ريتروسبكتيف دايجنوزز، يعني بعد ما الام تقوم بالسلامه نقول دي ولدت في الماضي طبيعي، لان الولاده الطبيعي تختلف عن الولاده المهبليه. الولاده الطبيعيه بيبقى ليها كرايتيريا وشروط معينه، ممكن الولاده لو هي طبيعيه يبقى فيها بعض المضاعفات اللي تخليها اسمها ولاده مهبليه مش ولاده طبيعيه. الولاده الطبيعيه طبعا هي الافضل، ولكن الولاده المهبليه مش بالضروري تكون افضل. عشان كده دايما بنقول ان الولاده الطبيعي حاجه، والولاده المهبلي حاجه، والولاده القيصري حاجه. الولاده الطبيعي بنقول عليها بعد ما تولد بالسلامه، لان لحد اخر لحظه والشعر قدامنا ممكن البيبي يضغط او يبقى في مشكله معينه او حاجه، الولاده تقلب قيصري لحد اخر لحظه. عشان كده دايما الام بقول لها دايما احنا ما بنقولش على الولاده طبيعي الا بعد ما تولدي بالسلامه، ولا الولاده مهبلي الا في الاخر خالص، لان في اي لحظه ممكن تقلب قيصري. في علامات معينه بتقول ان الولاده قربت؟ بص، بدايه الولاده تحديدا دايما بتبقى ثيوري، يعني حتى لو قرينا في الكتب الكوز اوف وانس اوف ليبر انون، احنا عندنا 6 نظريات مشهورين بيفسروا الولاده بتحصل، ولكن بنلاقي كتير جدا ان هو بيحصل انقباضات او المغصات البسيطه او حاجه اللي احنا بنشوفها كدلاله ان الولاده قربت وما بنلاقيهاش قربت ولا حاجه. بنلاقي احيانا انه بيحصل انجيجمنت او الراس تخش الحوض بدري، اللي هم بيقولوها ان هي دلاله على ان الولاده قربت، ما بيحصلش ولاده ولا حاجه وبتتاخر شويه. احنا اللي دليلنا الولاده قربت ان هو حضرتك دخلت الشهر التاسع، كده احنا متوقعين الولاده في اي وقت وممكن تحصل بسرعه وبقوه وبدون ما نتوقعها. فحضرتك من اول الشهر التاسع عد العده وجهزي العده وتوكلي على الله عشان ممكن نولد في اي وقت. في فرق بين ان احنا نتحجز المستشفى ونروح المستشفى. امتى اروح المستشفى فورا؟ بص، انا في 3 علامات خطر كده بخاف منهم، بقول للام لو حصلوا لك نروح المستشفى. اول حاجه لو الحركه قلت، وقلت لها لو الحركه قلت قبل ما نروح المستشفى بناكل حاجه مسكره، نتاكد ان الجنين صاحي، تكشفي بطنك، تحطي ايدك على بطنك على طول الجلد على الجلد، تعدي على الاقل 10 حركات في الساعتين. اقل من كده بنروح نعمل رسم نبض جنين، ممكن 4 حركات في الساعه لو انت وقتك ضيق، اقل من كده بنكمل الساعتين، اقل من 10 حركات بنعمل رسم نبض جنين. تاني حاجه ان احنا ينزل علينا ميه، ولازم نروح نتاكد ان الدنيا كويسه، ان مفيش اي مشاكل، البيبي نازل كويس والامور طيبه، وان احنا ما سخناش او دخلنا في اي مرحله اللي هو مراحل حاجه اسمها كوريو اميونايتس او التهاب الكيس الامنيوسي او السائل الامنيوسي حوالين الجنين. ثالث حاجه ان هو يكون طلق اسفل البطن بيسمع في الظهر منتظم مستمر اللي هو بتاع الطلق الحقيقي. وده في فرق بين ان احنا نتحجز المستشفى ونروح المستشفى. لازم نروح المستشفى عشان نتاكد ان الجنين نازل براسه مش مقعدي او حاجه، مفيش اي مشاكل، مفيش عليه اي شكل من اشكال الضغط. الدكتور هناك هيروحنا ويقول لنا تعالوا تاني، ومش هيدخلنا ويحجزنا في المستشفى الا بالكرايتيريا بتاعت الحجز. وهنا في امهات ما بتعرفش تفرق بين اتجاه المستشفى ان انا اروح المستشفى اطمن وان انا اتحجز في المستشفى. لا، احنا بنحب نروح المستشفى بدري بس نتحجز متاخر، فلازم تروح المستشفى. يبقى ايه؟ الحركه قلت، الميه نزلت، الم اسفل البطن بيسمع في الظهر منتظم مستمر. طبعا برضو لو في حاجات معينه بقى الدكتور يقول لك عليها زي الصداع الجامد والحاجات دي كلها برضو بنروح عشان نطمن الدنيا تكون كويسه ان شاء الله رب العالمين. وفي بعض حالات بقى سكر الحمل وضغط الحمل والحاجات دي كلها بيبقى ليهم تفاصيل زياده شويه. انت قولي لنا بقى لو عندك اي احداث او اكشن حصلوا، احكي لنا حصل ايه، هبقى متشوق جدا ان انا اقرا اجاباتكم في الكومنتات.